في لحظة في حياة كل واحدة فينا يا إما تخافي يا إما تختاري النور. سميرة موسى اختارت النور لحد ما النور ده خلى العالم كله يخاف منها. بنت مصرية بسيطة حلمها كان أكبر من السما، غاصت في أسرار الذرة وتحدت الدنيا عشان تثبت إن العلم مش بس للرجالة. لكن لما نورها زاد بدأت الظلال تتحرك والأسرار تبان. في زمن كانوا بيقولوا إن مكان البنت مش في المعامل، ظهرت بنت مصرية قالت لأ، أنا هغير القواعد. بنت بنت مسكت العلم بإيديها وحطت الأسرار في قلبها، فغيرت تاريخ العلم كله. اسمها سميرة موسى، أول عالمة نووية مصرية، والبنت اللي اتحدت العالم فخافوا من دماغها. لقبوها بمس كوري الشرق، لأنها زي ماري كوري دخلت عالم الإشعاع الذري بس بطبع مصري أصيل، مليان إيمان وحلم. من قرية صغيرة في الدلتا وصلت لمعامل أمريكا السرية، وبقت رمز للبنت اللي متخافش تحلم. دي مش بس قصة عالمة، دي قصة النور اللي جوا كل واحدة فينا. كانت الدنيا هادية وشمس القرية بتطلع على بيت صغير فيه بنت بتحلم العلم أكتر من أي لعبة. اتولدت سميرة موسى في 3 مارس 1917 في قرية سمبو الكبرى بمركز زفتة في محافظة الغربية. القرية دي كانت مليانة زرع أخضر وناس طيبة، بس الفرص للبنات كانت زي الزيرو تقريبا. الكل كان بيتوقع إن البنت تتعلم شوية وتتجوز، لكن سميرة كانت حاجة تانية خالص. الشيخ مصطفى موسى كان راجل متعلم وبيحب الخير، كان تاجر معروف في البلد، وعنده إيمان قوي إن العلم هو اللي بيغير القدر. رغم العادات والتقاليد قرر يعلم بنته في وقت كانت البنات بتتجوز بدري قبل ما تعرف معنى الحلم. دخلها مدرسة القرية الابتدائية وبعدين نقلها لمدرسة بنات الزقازيق الثانوية عشان يضمن إنها تاخد تعليم كويس. كل يوم كانت بترجع البيت وعينيها منورة بحماس، كانت دايما الأولى على دفعتها، مش عشان بتحفظ زي البغانات، لأنها كانت بتسأل ليه وازاي ومين قال كده. الأسئلة دي كانت بداية طريق غير أي طريق. في 1935 جابت الشهادة التوجيهية بتفوق، وكانت الأولى على مصر في الرياضيات والعلوم. ده خلاها تختار كلية العلوم رغم إن درجاتها كانت تكفي للطب أو الهندسة، لأنها حبت العلم النقي اللي بيفسر أسرار الكون. من هنا بدأت رحلتها اللي هتغير كل حاجة. كبرت سميرة واتخرجت من المدرسة بامتياز ودخلت كلية العلوم في جامعة فؤاد التاني، يعني جامعة القاهرة دلوقتي. في التلاتينات دخولها الكلية دي في الزمن ده كان حاجة غريبة. الناس كانت بتبصلها وهي في وسط الأولاد وتقول بنت هنا وسط الرجالة دي، بس هي كانت بتضحك ضحكة هادية وتقول العلم مش للرجالة بس، العلم للي قلبه يحبه. في الكلية كانت بتحضر محاضرات الدكتور مصطفى مشرفة، العالم المصري الكبير اللي شاف فيها دماغ نادرة. مشرفة كان عميد الكلية وواحد من أكبر علماء الفيزياء في العالم العربي. دعمها وشجعها وقال عنها دي مش بس طالبة، دي عالمة هتغير العالم. كانت بتقضي ساعات طويلة في المعمل تجرب تخطئ وترجع من الأول. كانت بتتعامل مع العلم بحب مش بخوف، وده اللي خلاها مختلفة عن الكل. في سنة 1939 اتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى وبقت أول معيدة في الكلية. رغم إن في ناس كانت مش عايزة بنت تشتغل في المنصب ده، بدأت أبحاثها في الفيزياء الذرية واتعلمت ازاي تستخدم الأشعة السينية في دراسة المعدن. كانت دايما عايزة تبقى الأحسن، وكملت دراستها لحد ما جابت الماجستير وبعدين الدكتوراه في الإشعاع الذري، فبقت أول ست عربية تجيب الدكتوراه في المجال ده. لما خلصت دراستها اتعينت معيدة في كلية العلوم، وده لوحده إنجاز لبنت في الزمن ده. بس طموحها كان أكبر بكتير، كانت عايزة علم يخدم الناس، كانت دايما بتقول نفسي العلم يبقى علاج مش سلاح. اشتغلت على أبحاث الطاقة النووية، وفي وقت كان العالم بيخاف من الذرة هي كانت شايفاها أمل مش خطر. قدرت تثبت إن النواة الذرة ممكن تتفتت بتكلفة بسيطة باستخدام النحاس الرخيص بدل المعادن النادرة زي اليورانيوم. اكتشافها ده كان حاجة الناس ما فهمتوش وقتها، بس كان بداية لحلم كبير يخلي الطاقة النووية تستخدم في الطب والطاقة. في الوقت اللي دول العالم كانت بتتسابق عشان تصنع قنبلة نووية، كان حلم سميرة إنها تعمل علاج نووي. أسست هيئة الطاقة الذرية في مصر سنة 1948، ونظمت مؤتمر دولي اسمه الذرة من أجل السلام سنة 1952، جابت فيه علماء من كل الدنيا عشان يناقشوا ازاي الطاقة النووية تبقى للخير. قالت في واحدة من مقابلاتها نفسي كل مريض سرطان يتعالج ببلاش،
كانت بتؤمن إن الطاقة النووية ممكن تستخدم في علاج الأمراض زي تدمير الخلايا السرطانية بالإشعاع، وكانت بتحارب عشان متبقاش أداة للحرب. إنجازاتها خلتها تكسب جوايز وتكريمات، وبقت رمز للعلماء اللي بيستخدموا علمهم عشان الإنسانية. اتعرض عليها تبعث لأمريكا تكمل أبحاثها هناك في لوس أنجلوس. اشتغلت في معامل ضخمة وشافت بعينيها الفرق بين اللي بيستخدم العلم عشان يساعد واللي بيستخدمه عشان يتحكم. سنة 1951 سافرت أمريكا بدعوة من جامعة كاليفورنيا، واشتغلت في معامل نووية زي أوكريتش وسانت لويس. رغم إنها كانت أجنبية وعربية ومسلمة، إلا إنها كانت من القليلين اللي سمحوا لهم يدخلوا المعامل السرية، وده كان إنجاز كبير جدا لأن المعامل دي كانت للعلماء الأمريكيين المختارين بس. هناك درست تأثير الإشعاع على المواد، وطورت أفكارها عن تفتيت الذرة بطرق رخيصة. بس بعد كده بدأت تحس بنظرات غريبة، أسئلة كتير عن أبحاثها، ودعوات مش واضحة لتعاون. كانت بترفض أي عرض له علاقة بالأغراض العسكرية، وكانت مصرة إن علمها للسلام بس، وده خلاها هدف لجهات كتير خافت من أفكارها. في يوم 15 أغسطس 1952 جتلها مكالمة غريبة، حد بيدعوها تزور معمل في كاليفورنيا. وافقت بحسن نية، بس الرحلة دي مرجعتش منها. العربية اللي كانت راكباها اتدفعت من فوق جبل في طريق قرب سان فرانسيسكو، والسواق اختفى فجأة بعد الحادث. اتقال إن الحادث كان مدبر، وإنها كانت هتكتشف سر خطير عن استخدام الطاقة النووية بطرق رخيصة اللي ممكن تغير توازن القوى في العالم. يشاع إن الموساد الإسرائيلي أو جهات أمريكية كانت ورا الاغتيال، لأنها رفضت تتعاون معاهم وكانت هترجع مصر بأسرار مهمة. وماتت سميرة موسى وهي عندها 35 سنة بس ماتت واقفة زي شجرة نورت ومحدش قدر يطفيها. تحقيقات الحادثة كانت ساذجة، ومحدش عرف هوية السواق أبدا. اللي زاد من الشك إن الحادث كان مدبر. بعد ما ماتت سيرتها فضلت تكبر أكتر ما بتموت. مصر كرمتها بعد سنين، واتسمت باسمها مدارس وشوارع في الغربية والقاهرة. في 1981 الرئيس أنور السادات كرمها بوسائل من العلم والفنون من الدرجة الأولى، واتكتب اسمها وسط رموز العلم في العالم العربي. كتبوا عنها كتب وسيرة ذاتية زي كتاب سميرة موسى شهادة العلم اللي طلع سنة 2000. وسيبك من الجوايز، الأهم إنها علمت جيل كامل إن الحلم ملوش جنس ولا حدود ولا سقف. جيل من علامات المصريات والعربيات اتأثر بيها، وهيئة الطاقة الذرية اللي أسستها كملت أبحاث سلمية. بقت رمز للمرأة العربية في العلوم، وقصتها بتدرس في المدارس كمثال على الإصرار والتفاني. من قصة سميرة موسى نقدر ناخد شوية دروس كده نطلع بيهم ونستفاد منهم في حياتنا الشخصية. أول حاجة، ابدأي من أي حتة. القرية الصغيرة ممنعتش سميرة من إنها تحلم بالعالم الكبير. مهما كانت بدايتك بسيطة، الإصرار هو اللي بيفتح الأبواب. تاني حاجة، صدقي في نفسك حتى لو الكل شاكك فيكي. الطاقة اللي جواكي ممكن تغير تاريخك. سميرة واجهت نظرة الناس، بس إيمانها بنفسها خلاها تكمل. رقم 3، خلي حلمك للناس مش ليكي لوحدك. اللي بيحلم من غيره عمره ما بيموت. حلمها كان علاج مجاني للمرض مش شهرة ليها. رقم 4، واجهي خوفك بالعلم مش بالسكوت. هي مستخبتش، اتكلمت بعلمها. في زمن الناس كانت بتخاف من الذرة، هي شافت فيها أمل. خامس حاجة، النور الحقيقي مش بس في الشهرة، النور في الأثر. وسميرة سابت أثر لسه منور لحد دلوقتي. ستة حاجة، ارفضي اللي يضر الناس. رفضت العروض العسكرية واختارت السلام رغم الخطر. سابع حاجة، ورثي نورك للأجيال. أسست هيئات ومؤتمرات عشان العلم يكمل بعديها. خدي نفس وافتكري إن النور جواكي من زمان. مش كل اللي بيغيروا الدنيا بيكملوا الطريق، بس كل اللي صدقوا في نورهم بيفضلوا عايشين حتى لو راحوا. سميرة موسى مش بس عالمة، هي دليل إن البنت المصرية تقدر تعمل أي حاجة. لو عندك حلم، امشي في طريقه خطوة بخطوة، وخلي نورك ينور اللي حواليك. اشتركي في القناة ودوسي على الجرس عشان نكمل ننور مع بعض. سيرة جلو، نورك هو اللي بيغير كل حاجة. وما تنسوش تصلوا على الحبيب. سلام.